في هذا الفيديو غادي نهضروا على واحد الحاجه اللي خرجت على بزاف ديال الناس، وهي الحشمه الزايده. ماشي الحياة، حيت الحياة حاجه زوينه، ولكن الحشمه اللي كتخليك تسكت على حقك، الحشمه اللي كتخليك تخاف تهضر، والحشمه هي اللي كتخليك كتضيع الفرص بزاف. هذه هي اللي غنهضروا عليها. شحال من واحد كان عنده حلم ولكن ما قدرش يهضر، وشحال من واحد بغى يسول شي سؤال وخاف الناس يضحكوا عليه، وشحال من واحد ضيع لا خدمه ولا شي فرصه جاتو غير حيت حشمان. وغير الحياة مرة واحدة كتدوز منها. المشكل ان الانسان اللي حشمان بزاف كيبقى كيعطي قيمة كبيرة للرأي ديال الناس، ما تعطيش بزاف القيمة للرأي ديال الناس، وكتبقى تسول فراسك بزاف: واش غيضحكوا عليا، واش غينتقدوني، واش غنبان مكلخ، وشحال من حاجة. ولكن الحقيقة اللي خاصك تعرف هي ان اغلب الناس اصلا ما مهتمينش بيك، كل واحد مشغول بحياته والمشاكل ديالو. انت كتفكر فيهم اكثر مما هما كيفكروا ليك. ودابا جاوبني، شكون هو اسوأ حاجة يمكن توقع؟ الا هضرتي وغلطتي عادي، الا سولتي شي سؤال عادي، الا جربتي وفشلتي حتى هي عادية، حيت الفشل كيتصلح، ولكن الندم صعيب يتصلح. صعيب تعيش سنوات وانت كتفكر، كون غير جربت. الحشمة الزايدة كتخليك حابس في بلاصتك، اما الثقة بالنفس ما كتجيش من التفكير، كتجي من الفعل. كل مرة كتهضر كتولي اسهل، كل مرة كتواجه الخوف ديالك كيولي صغير، وكل مرة كتجرب كتكبر الثقة ديالك. ما كاين حتى واحد زاد وثاق من راسو. اي واحد كتشوفو دابا كيهضر قدام الناس بدا نهار وهو خايف، ولكن الفرق هو انه ما هاربش، يعني ما كيهربش، كيواجه الحقيقة، كيواجه ما يمكن يقدر يحيد داك الخوف ديالو. وحتى انت ما خصكش تسنى حتى يختفي الخوف، حتى يمشي الخوف عاد غادي تهضر. بدا والخوف معاك، هضر، سول، جرب، غلط، حيت الحياة ديالك ما خصهاش تبقى واقفة بسبب الرأي ديال الناس. وفي نهار غتفهم باللي اغلب الحوايج اللي كنتي خايف منهم ما كانوش كيستاهلوا الخوف كامل. ولهذا من اليوم حبس، ما تخليش الحشمة تحكم فيك وتحكم في الحياة ديالك، وخلي افعالك تهضر اكثر من الخوف ديالك. يلا تهلاو. نتمنى انكم استفدتوا من هادشي اللي قلت.